الجواب هو في هذه الآية الكريمة، آخر آية من سورة المجادلة. لو أن مخالفينا الذين خدعوا بعمر وأضرابه تدبروا في هذه الآية لعلموا أننا نحن حزب الله، وأنهم مع الأسف الشديد حادوا عن ذلك، فلا يصدق عليهم هذا الوصف. الله تبارك وتعالى يقول في آخر آية من سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ارجعوا إلى كل التفاسير التي ألفت في تاريخ الإسلام، سواء التفاسير التي ألفها وكتبها علماء مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، أو تلك التي ألفها مخالفوهم، وانظروا في تفسير هذه الآية الكريمة. الجميع أجمع على أن معنى قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حاد الله ورسوله أي خالف الله ورسوله. المحادة المخالفة التي تتجاوز الحدود. فإذن صفة المؤمنين، صفة المسلمين الذين هم حزب الله حقا، أنهم لا يوادون، لا يحبون، لا يتولون أحدا خالف الله ورسوله. هذا ميزان، معيار يجب أن يطبق على كل الشخصيات، سواء الشخصيات المعاصرة أو الشخصيات الغابرة. إذا وجدنا اليوم رجلا قد حاد الله ورسوله، خالف الله ورسوله، فإذن يجب أن نبرأ إلى الله منه، لا يجوز لنا شرعا أن نتولى. يأتي المخالف ويقول: لا علاقة لي بما تنقلونه أنتم عن أئمتكم. أنا أقول: أنتم لا ثقة فيكم وفي نقلكم، أنتم كذابون تستحلون الكذب، إلى غير ذلك من الاتهامات والافتراءات الباطلة. نقول له: مهلا، نحن نعلم أن عندك موقف المقاطعة لمصادر أهل البيت. أنتم لا تنظرون في مصادر أهل البيت، في كتب حديث أهل البيت، وإلا لو نظرتم لكان حالكم كحال هذا العالم المصري الأزهري المعروف المشهور الكبير، وهو إلى اليوم حي يرزق، العلامة الشيخ حسن شحاتة، سامعين بي. نحن ندعو المخالفين أنه تعالوا قليلا وانظروا في كتب أهل البيت، كلامهم نور ككلام القرآن، فورا يستهوي القلوب، يستهوي الفطرة السوية. الإنسان ذو الفطرة السوية
تجده يتولى أهل البيت عليهم السلام. مع ذلك كله نقول لا تنظروا في كتبنا. إذا أنتم مصرين على العناد لا تنظروا في كتبنا، انظروا في كتبكم على الأقل. هذه رواية يرويها أحد أكبر 4 علماء وزعماء للطائفة المخالفة على الإطلاق، وهو أحمد بن حنبل مؤسس المذهب الحنبلي الذي يتعبد به الوهابيون إلى اليوم. الوهابيون كلهم حنابلة، يقولون نحن على مذهب أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل عنده كتاب معروف ومشهور، كتاب حديث اسمه مسند أحمد، هكذا يطلق عليه. افتح في هذا المسند في الجزء 3 الصفحة 346 يروي هذه الرواية أو هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضلون بعده، فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. دقق وضع خطا تحت ذيل هذه الرواية، فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها، مع أن الكتاب من سيد الأنبياء. والوجه فيه ما هو منع الأمة وعصمتها من الضلال. جاء عمر وقف في وجه رسول الله بكل تحد، بكل خسة، بكل تمرد، أسس التمرد على رسول الله وقال لا تكتبوا الكتاب. رسول الله يقول أمر من الله أن أكتب الكتاب حتى لا تضلوا، هو يقول لا. يقف أمام وجه رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه، فكأنه بهذا يريد ماذا؟ يريد الضلال لهذه الأمة كما وقع فعلا. رسول الله يقول هذا الكتاب يعصمكم من الضلال، عمر بن الخطاب يقول لا، ويشاغب ويؤذي رسول الله حتى يمتنع عن كتابة هذا الكتاب. إذن النتيجة ما هي؟ أنك تريد أن تبقى الأمة في ضلال كما هو حاصل اليوم. طيب، ماذا فهمنا من الآية التي صدرنا بها كلامنا؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. رجعنا إلى التفاسير كلها أجمعت على أن المعنى يوادون من خالف الله ورسوله. طبق هذه الآية الكريمة على هذا الحديث الذي يروونه هم يعترفون بأن عمر بن الخطاب خالف الله ورسوله، فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. إذن عمر بن الخطاب خالف أوامر الله ورسوله باعترافكم وإقراركم، بإقرار زعيمكم أحمد بن حنبل. من يخالف الله ورسوله تحرم مودته، لا يجوز للإنسان أن يوده، لا يجوز للإنسان أن يتولاه. فإذن نعلم من هذا ونتوصل إلى هذه النتيجة أنه يجب شرعا على كل مسلم ومسلمة أن يبرأ من عمر بن الخطاب، وإلا يكون كافرا بهذه الآية الكريمة وعاصيا لله تبارك وتعالى. هذا اللي يقول رضي الله عن عمر
لا يكون قد عمل بهذه الآية الكريمة، يكون قد جحد كتاب الله